بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم، وهو طريقه الكشري المصري. معايا طريقه بسيطه وسهله خالص، وجربوها زي الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. اهيت، جربوها ان شاء الله تعجبكم، وطعمه لذيذ خالص، احسن من جاز ومضمون. اللي بره ما بتبقاش ضامنه. معايا بقى عدس بالجبه اهوت، غسلته طبعا وحطيت عليه فصين 3 توم، بصلايه وطماطمايه. معايا حمص اهوت برضو، بتغسليه وتحط عليه ميه، وحطيتهم على النار ينسلقوا اهو. ومعايا بقى عدس اصفر ورز، تحطهم على بعض كده تنقيهم طبعا اهوت. هنحط بقى على العدس بالجبه والحمص ملح بالملاحه اهوت. قلت لكم العدس بالجبه حطيت عليه توم وبصل وطماطم وشويه فلفل اسمر. معايا بقى هنعمل ايه؟ الرز بالعدس اهوت، الرز الابيض بالعدس. هنحط شعريه، حطيت معلقتين سمنه ومعلقه زيت، عشان الزيت بيخلي الرز مفرفر ويخليه فيه لمعه وكويس. تحط بقى الشعريه اتحمرت، انا ما بحمرهاش جامد معلش، الفيديو ما جابش ما صورش وانا بنحط العدس والرز يعني على الشعريه بعد ما اتحمرت اهو. بتقلبيهم شويه مع بعض كده، وحط عليهم شويه فلفل اسمر برضو. والميه بتحطي زي ما دي بقى الميه تغطي زي ما انتم شايفين كده اهو، يا دوبك تغطيه، حاجات بسيطه خالص اهو، يا دوبك تغطي الرز بس. وتملحيه بقى، وانا حاطه عليه فلفل اسمر زي ما قلت لكم، وتغطي بقى عليه اهو. النار في الاول تبقى عاليه، اول ما يغلي توطي عليه، وتقلبي بقى كده، تشقيه كده اهوت، وتقلبيه وتدخلي اللي جوه بره واللي بره جوه، عشان الشرب كله يستوي زي بعضيه يعني، بس هو واحد. هنيجي بقى نعمل الصلصه بتاعت الكشري. معايا بصله راس توم كبيره اهوت، بتحمريها وتحط عليها توابل. حطيت عليها فلفل اسمر وكزبره ناشفه وشويه شطه حراقين يعني اهو. وتحط بقى خل بعد ما تحمره، تحط الخل، وما تتكيش على التومه في التحمير عشان ما تمررش معاك الصلصه. حط بقى الطماطم اهي ضربها في الخلاط يعني، وسيبها بقى تستوي. لما تستوي بقى بزودها ميه. حطيت طبعا خل زي ما انتوا شايفين، الاول حطيت خل، زودي بقى ميه اهو. بتزودي ميه كده على حسب بقى كميه الطماطم اللي عندك، تملحيها طبعا. تسيبها تغلي شويه بقى. هنيجي بقى نحمر البصل، بتقطعي البصل شرايح زي ما انتوا شايفينها كده اهوت. متكيش برضو على البصل في التحمير، يا دوبك ياخد لون اصفر بس اهو. وتطلعيه على فوطه بقى كده اهوت تحت المطبخ عشان يشرب الزيت الزياده اللي فيه اهوت. نيجي بقى نعمل اللي هي الدقه تحت الكشري. معانا برضو راس توم اهيت مطحونه طبعا اهيت، وتحط عليها شويه برضو ربع معلقه شطه حراقه برضو، وشويه خل وملح وبس كده، وتزودي بقى ميه اهي. دي الدقه بتاعت الكشري، ما فيهاش يعني، كلها بسيطه وسهله. نيجي بقى نسلق مكرونه. المكرونه الاسباجيتا بنقسمها نصين اهي، تقسم العدام بتاعتها نصين اهي، تحط على مكرونه اسباجيتا ومكرونه من التانية العاديه، بتدي طعم حلو وشكل حلو للكشري. نوع المكرونه الاسباجيتا والعاديه تدي طعم وشكل حلو للكشري. بتسلقيهم وتصفيهم بقى من الميه كده، ترجعهم تاني في الحله اهو، تحط عليهم زيت عشان ما يمسكوش، يبقوا مفرفرين ما يمسكوش في بعض اهو. ونقلبهم بقى مع بعض كده، ما تحطيش زيت كتير، معلقتين 3 بس، وتقلبوهم كده وخلاص اهي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه، واعملوا اعجاب اللي هو لايك، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. ونفرغ بقى الاكل اهوت الكشري. تحط الاول الرز بالعدس الاصفر بالشعريه الاول، تحط المكرونه بقى من نوعينها الاتنين فوق الكشري كده زي ما انتوا شايفين كده اهي. وتحطي بقى العدس بجبه، والعدس بجبه قلت لكم انا حاطه عليه فلفل اسمر مع الطماطمايه والبصلايه والثوم. والصلصه بقى استوت اهي، بتحطيها برضو كده اهوت. ده بقى انا حاطه الطريقه دي يعني عشان التصوير، انت بقى كل براحتك زي ما انت عايزه، تغرفي براحتك زي ما انت عايزه طبعا اهوت. تحط البصل، بعدين بتحط الحمص بقى، والحمص بتملحيه طبعا اهو. حاطه معاه خيار، وتحط مخلل معاه اهو زي ما انتوا شايفين كده. وطعمه في منتهى الجمال ومضمون، وحاجه طازه. ممكن اللي بره تشتري ما بيبقاش طازه بايت ومبيبقاش طعمه حلو اهو، ومش مضمون. وجربوه هيعجبكم، اكل مغذيه ومفيده خالص وسهله، ما فيهاش تعقيدات يعني. هي بتاخد شويه مواعين كتير بس معلش، اكله وتغيير. والسلام